بتنتهي المسلسل مع بنت اسمها نور وهي داخلة لمصحة نفسية، وهناك بتقعد مع الدكتور وبيطلب منها تتكلم وتحكي اللي جواها، ولكن نور بتكون في حالة صدمة ومش قادرة تتكلم ولا تحكي أي حاجة. تنها رفض الأكل والشرب وكل اللي هناك بيلاحظ ده، وكمان بترفض تقابل مامتها لما بتجيلها زيارة. وبعدها الدكتور بيحاول معاها تاني إنه يخليها تتكلم. فعلا نور بتتكلم وبتقول له إنها جت هنا عشان تحكي، لكنها فجأة ما بقتش قادرة تحكي ولا تتكلم، حاسة إنها ضعيفة جدا وكل الناس اتخلوا عنها حتى مامتها. فبيسألها الدكتور أنت حاسة إنك ضعيفة؟ فساعتها نور بتقول إن كل اللي حصل فيها بيقول إنها ضعيفة، وده اللي خلاها تقرر تيجي هنا المصحة لأنها محتاجة تكون كويسة وترجع زي الأول. فبيقول لها الدكتور إن مجرد قرارها إنها تيجي المصحة دليل إنها من جواها قوية. بتعدي الأيام وبتخرج نور من المصحة، وأثناء ما هي في العربية بتفتكر اليوم اللي اتكرمت فيه في الشركة اللي كانت شغالة فيها، وده عشان كانت شاطرة ومتفوقة جدا في شغلها. وده خلى الأستاذ رامي صاحب الشركة يديها عربية هدية لأنها قدرت تحقق للشركة أرباح كبيرة في وقت قياسي. وبترجع نور من ذكرياتها وهي حزينة جدا، وبعدها بتوصل نور لبيت وبتفاجئ مامتها إنها خرجت من المصحة، وبتحضنها مامتها وبتسألها ليه ما قالتش ليه إنها هتخرج النهاردة من المصحة. فبترد عليها نور وبتقول لها إنها ما كانتش عايزة تتعبها. وساعتها مامتها بتحضنها تاني وبتعيط وبتقول لها إن التعب الحقيقي هو بعدها عنها. وبتعيط نور هي كمان عشان مامتها كانت وحشاها برضه. ولما بيقعدوا سوا على السفرة عشان يتغدوا، ولما بتلاحظ مامتها إنها مش بتاكل بتقول لها نور إنها تعبانة وعايزة تنام. وبعدها بنشوف نور وهي في أوضتها وبتفتكر في اللحظة دي اليوم اللي جت فيه صاحبتها ليلى المصحة عشان تزورها، وقالت لها نور ساعتها إنها إنسانة قذرة وما عندهاش دم ومش عايزة تشوف وشها تاني عشان وشها بيعصبها. وتاني يوم الصبح بتروح نور تزور ليلى في بيتها. تتصدم ليلى في اللحظة دي أول ما بتشوف نور وبتخاف منها، وبتقول لنور إنها كانت نفسها تسمعها. فبتدخل نور البيت وبتعرف إن أسامة جوز ليلى في الشغل، ونور بتقول ساعتها لليلى إنها جاية عشان تريحها من القلق اللي هي عايشة فيه، وبتفكرها إنها صاحبتها الوحيدة ومش عايزة تخسرها، وبتطلب منها تركز في اللي هتقول لها عليه. وبعدها بتحاول نور تلاقي شقة في منطقة معينة، وبتعرف من البواب إن في شقة هتفضى كمان كام يوم. فبتطلب منه نور إنه يكلمها أول ما الشقة دي تفضى عشان هتنقل فيها على طول. تاني يوم بنشوف ليلى في الشركة اللي بتشتغل فيها، وبنعرف إنها شغالة في نفس الشركة اللي كانت نور شغالة فيها. وبعدها رامي بيسأل ليلى عن نور عشان عارف إنها خرجت من المصحة، فبتقوله ليلى إنها ما تعرفش عنها أي حاجة ومش بيتكلموا. ولكن رامي مدير الشركة بيطلب منها تتواصل مع نور وتشوف لو محتاجة حاجة، وده علشان كانت في يوم من الأيام واحدة من موظفين الشركة الموهوبين. وبالليل بتروح نور الشقة بعد ما فضيت وبتأجرها وبتنقل فيها حاجتها وبتفرشها. وبعدين بتطلع البلكونة وبتبص على شاب ساكن في العمارة اللي قدامها وهو بيركب عربيته وبيمشي. وبعدها بتكون نور عند مامتها عشان تلم باقي حاجتها. تكون مامتها متضايقة عشان هتسيبها وتعيش لوحدها، بتحاول تقنعها انهم يقعدوا مع بعض، ولكن نور بتفهمها انها محتاجة تقعد لوحدها شوية. فبتقول لها مامتها ان الناس بيقولوا كلام مش حلو على البنت اللي بتعيش لوحدها. فبترد عليها نور وبتقول لها انه كده كده الناس هتتكلم عنها وحش عشان خارجة من مصحة نفسية. تاني يوم بيكون الشاب اللي نور كانت بتبص عليه من البلكونة راح يركب عربيته مع اصحابه، ولكن بيلاقي عربية نور قافلة عليه مش هيعرف يحرك عربيته بسببها. فبيطلب من البواب يطلع ينادي على صاحب العربية عشان يعرف يطلع عربيته. فبيطلع البواب لنور وبتنزل معاه، ووقتها بيتخانق معاها الشاب ده، وبنعرف ان اسمه كريم. وبيكون غضبان جدا من نور عشان قفلت عليه وركنت عربيتها قدام عربيته. فبترد عليه نور بعصبية وبتركب عربيتها وبتحركها. وبالليل بتروح نور لكريم عشان تعتذر له وبتعرفه انها غلطان وما كانش ينفع تركن قدام عربيته. فكريم بيقبل اعتذارها ويقعدوا يتكلموا سوا. بيعرفها انه واخد الشقة دي وعاملها استوديو عشان بيحب المزيكا والعزف على الجيتار. وتاني يوم نور بتقابل كريم في الشارع بالصدفة وبيتكلموا مع بعض، وبتطلب منه نور ان هو يعلمها العزف على الجيتار عشان كان نفسها تتعلم تعزف عليه من زمان. وبعدها بنشوف كريم وهو بيعلم نور ازاي تستخدم الجيتار وتعزف عليه. وبعدها بيقربوا جدا من بعض وبيفضلوا يتقابلوا كل يوم، لحد ما في يوم بتكون نور قاعده مع كريم وسرحانه، وبتفتكر وقتها خطيبها يوسف لما فاجئها بانه اشترى الشقه اللي كان نفسها فيها اخيرا، وقد ايه كانوا فرحانين ومبسوطين سوا. وبتفوق نور من ذكرياتها على صوت كريم وهو بيكلمها وبيعرض عليها انهم يخرجوا سوا ويقعدوا في مكان هو بيحبه على النيل. فبتوافق وبيخرجوا مع بعض. وبعدها وهم خارجين بيفاجئ كريم نور انه جاب لها الجيتار هديه، وبيعرفها ان ده اول جيتار مامته اشترته ليه، وان الجيتار ده غالي عليه قوي وبيقرر يديهولها هديه. وبعدها وهم في العربيه بيقرر كريم انه يعترف لنور انه معجب بيها وبدا يحبها. فبتتصدم نور وبتفتكر ذكريات مؤلمه من الماضي مش قادره تنساها. وبنرجع فلاش باك للفتره اللي كانت نور فيها في المصحه، وساعتها الدكتور بيخليها تكتب عن مشاعرها، ولما بيقرا اللي هي كتبته بيسالها ليه بتكره نفسها. فبترد عليه وبتقول له عشان ما عرفتش تجيب حقها. وبنرجع للوقت الحاضر وبترد نور على كريم وبتعتذر له عشان مش هتقدر تدخل في اي علاقه دلوقتي، وبتسيبه وبتنزل من العربيه وبتطلع شقتها. وبعدها بنشوف نور وهي قاعده سرحانه وبتفكر. نفس الوقت بيكون كريم هو كمان بيفكر فيها وسرحان. وبعد كام يوم بيبعت كريم رساله لنور وبيلومها انها بعدت عنه عشان يعترف لها بحبه وانهم عادي ممكن يفضلوا اصحاب. وبعدها نور بتقابل كريم وبيخرجوا سوا، وبيكون كريم عايز يعرف منها ليه هي مش عايزه ترتبط بحد. بتقرر نور تتكلم معاه، تقول له ان اول ذكرى حزينه علقها احتفظ بيها هي ذكرى موت باباها، لانها كانت متعلقه بيه جدا وكان هو اللي بيفرحها وبيهتم بيها وبيضحكها وبيسمعها. وحست وقتها
بمعنى كلمة يتيمة، ومن بعده ما عرفتش تفرح تاني ولا تحس بالأمان، ودخلت في علاقات كتير فاشلة، وكانت هي السبب في فشل العلاقات دي لأنها كانت بتدور على باباها في كل واحد بترتبط بيه، لحد ما اتعرفت على واحد اسمه يوسف. وبنرجع فلاش باك وبنشوف نور وقتها وهي مع يوسف خطيبها في العربية، وبيتخانقوا سوا عشان يوسف عرف إنها كانت خارجة مع أصحابها وخطيبها القديم كان معاهم، فبتقول له نور إنها ما كانتش تعرف إنه جاي وإنها اتفاجئت لما شافته. ووقتها يوسف بيتعصب جدا على نور وبيطلب منها ما تعصبوش أكتر من كده، وساعتها نور بتسكت وبتخاف منه، وبنعرف إنها كانت مستحملة عصبية يوسف مقابل إنه كان بيحسسها إنه زي أبوها. وفي يوم بالليل نور بتستغرب إن يوسف بيتصل بيها وبيسألها ليه فاتحة الفيسبوك وسايبة مذاكرتها، فبتقول له إنها زهقت من المذاكرة وقالت ترتاح شوية، لكن يوسف طلب منها تفتح الكاميرا وتقعد قدامه تذاكر، فبتستغرب نور من طلبه ده وبتكون فاكرة إنه بيهزر، ولكن يوسف بيقول لها إنه بيتكلم بجد، بتضطر تسمع كلامه. وبعدها بتكون ليلى عند نور في البيت، وبنعرف إنهم أصحاب من زمان وقريبين جدا من بعض. وبتقول ساعتها ليلى لنور عن إعلان شركة مقاولات فتحوا موقع للبيع أونلاين ومحتاجين موظفين بيفهموا في الماركتينج، تطلب منها إنهم يقدموا ورقهم ويروحوا المقابلة بتاعت الشركة. وبعد فترة بنشوف نور وليلى وهم رايحين للشركة، وبنعرف إن دي خامس مقابلة يعملوها، ووقتها رامي صاحب الشركة بيوافق على توظيف ليلى ونور، وبيقول للموظفين الجداد كلهم إنهم لازم يعتبروا الشركة دي بيتهم التاني وإنهم زي العيلة. وفعلا بعدها نور حبت الشغل هي وزمايلها بسبب رامي لأنها كانت بتحس إنهم عيلة بجد، والكل خايف على الشغل ده، غير معاملة رامي لنور وإنه كان مهتم بيها وبيخاف عليها وعلى مصلحتها. تبدأ نور تشوف فيه باباها وبتحس إنه بيعاملها كأنها بنته. بعدها بنشوف يوسف وهو بيتخانق مع نور بسبب الشغل لأنها بتأخر فيه جدا والوضع ده مش عاجبه. بتقول له نور إن الشغل ده أهم حاجة في حياتها دلوقتي، لكن يوسف ساعتها بيخليها تختار ما بينه وما بين الشغل، فنور بتختار الشغل. وبيلاحظ رامي بعدها إن نور متضايقة، فبيسألها إيه اللي مضايقها وبيعرض عليها إنهم يتغدوا في مطعم ويقعدوا يتكلموا، فبتوافق نور. وفي المطعم بتحكي رامي إنها متخانقة مع يوسف خطيبها بسبب تحكماته وإنه على طول بيتعصب عليها، فبيقترح عليها رامي إنها لو حست الأيام الجاية إنها مش مبسوطة بدون يوسف في حياتها يبقى تكلمه وتحاول تصالحه. وبعد 5 أيام بيقعد رامي مع نور وبيسألها تعمل إيه في موضوع يوسف، فبتعرفه إن يوسف وحشها فعلا إنه بتحبه، فبيطلب منها رامي تتصل بيوسف وتعرفه إنه معزوم على الغدا معاهم عشان عايز يقابله ويتكلم معاه. وبعدها رامي بيقعد مع يوسف وبتكون نور قاعدة معاهم، فرامي بيتكلم مع يوسف وبيعرفه إن نور أهم واحدة في الشركة ومن غيرها شغله هيبوظ، وبيوعده إنه هيظبط لها مواعيد الشغل عشان ما تتضايقش تاني، فبيفرح يوسف وبيصالح نور. وبنعرف بعدها إن رامي كان بيساعدهم في تجهيزات الجواز، ونور كل يوم كانت بتحس إن ربنا عوضها بأب تاني يعوضها بموت أبوها. وبعد كام يوم بيطلب رامي من نور إنها تتعشى معاه النهارده، فبتوافق، ولكنها بتتفاجئ إنه عازمها في بيته، فبتقلق شوية وبتحاول ترفض بشياكة، ولكن رامي بيكون مصمم إنها توافق. بعدها نور بتعرف ليلى اللي حصل وإنها شايفة إن الطلب ده غريب، لكن ليلى بتطمنها وبتعرفها إن رامي متجوز ومخلف وأكيد مراته وأولادها هيكونوا موجودين، فبتقول لها نور إن يوسف مستحيل يوافق إنها تروح العزومة دي. وساعتها ليلى بتعرفها إن مش لازم يوسف يعرف كل حاجة عنها ولازم تتعلم تعمل اللي هي عايزاه ومريحها، فبتقتنع نور بكلامها. وبالليل بتوصل نور للفيلا اللي رامي ساكن فيها، فبتدخل وبيستقبلها رامي ساعتها وبيدخلها وبيقول لها ان مراته وولاده في المصيف واخدوا الشغالين معاهم. بتتصدم نور وقتها وبتحس ان في حاجه مش مظبوطه وبتتوتر ومش عارفه تعمل ايه، ولما رامي بيجيب لها العصير بتاخده منه وتشربه من التوتر اللي هي فيه، وفجاه بيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في اوضه وهدومها متبهدله. وهنا بنفهم ان رامي اعتدى عليها واغتصبها، وده بعد ما حط لها منوم في العصير. وساعتها نور بتدخل في حاله انهيار وبتصرخ وبتعيط وبتتخانق مع رامي وبتعرفه انها كانت معتبراه زي ابوها. وبنرجع للوقت الحاضر، ووقتها كريم بيتصدم من اللي قالته نور، فبتقول له نور ان رامي مش بس اغتصبها، ده كمان لما كانت عايزه تفضحه وتقول اللي حصل فيها وتجيب حقها منه خلى ليلى صاحبتها الوحيده تشهد عليها وتقول انها بتكذب وبتالف قصص. بعدها بيكون كريم ونور في العربيه، فبيقول كريم لنور انها لازم تنتقم من الراجل ده، فبتفتكر نور الاتفاق اللي عملته مع ليلى لما خرجت من المصحه لان نور هددتها بالقتل لو رفضت تساعدها على الانتقام. وخافت ليلى وقالت لها ان رامي عنده ابن وحيد اسمه كريم وعنده استوديو بيعزف فيه مزيكا، وكريم هو نقطه ضعف رامي الوحيده. وهنا بنعرف ان ده اللي خلى نور تختار الشقه دي بالذات عشان تكون جنب كريم، وانها بتحاول تقرب منه عشان توجع قلب رامي على كريم وتنتقم منه. فكريم بيقول لنور انها لازم تجيب حقها عشان ما ينفعش تسكت على الجريمه دي، لان مفيش حاجه اسمها يا بخت اللي نام مظلوم وما نامش ظالم، عشان اللي قال المثل ده اكيد ما جربش نومه المظلوم بتكون ازاي. ويقول لها انه حبها اكتر ونفسه يكون جنبها ومعاها، فبتتضايق منه نور وبتقول له انها مستغرباه لانه ازاي عايز يرتبط بواحده مغتصبه ودخلت مصحه نفسيه. فبيرد عليها كريم وبيقول لها انها مالهاش ذنب في اللي حصل ليها ده، وبيطلب منها تهدى وتفكر بهدوء وتاخد وقتها في التفكير. وبالليل بتقعد نور في السرير وهي متضايقه وبتفتكر اللي حصل لها لما يوسف عرف ان في واحد اغتصبها. وبنرجع فلاش باك وبنشوف يوسف وهو رايح لنور البيت، ومامتها بتفتح له فبيسالها هي فين نور ومش بترد على موبايلها ولا راحت الشغل، فبتقول له مامتها نور متضايقه جدا وعلى طول قاعده في اوضتها وبتعيط، وكانت فاكره انها متخانقه مع يوسف، لكن يوسف بيقول لها انهم مش متخانقين. بعدها بنشوف يوسف مع نور عشان يعرف هي مالها واللي بتتهرب منه، وساعتها نور بتنهار وبتعيط وبتحكي ليوسف ان رامي اغتصبها، فبيتصدم يوسف. ونور بتحكي له على اللي حصل بالتفصيل وان رامي عزمها في البيت عنده وهي راحت وكانت فاكره ان مراته واولاده موجودين، لكنها عرفت ان
انهم مسافرين، وبعد ما شربت العصير فقت لقت نفسها في اوضه وشكلها متبهدل، وعرفت وقتها ان رامي حط لها منوم واغتصبها. فبيرد عليها يوسف بعصبيه بيقول لها ان مفيش بنت بتغتصب، لكن في بنت بتفتح مجله كده. نور كانت فاكره انه هيقول لها هو فين رامي دلوقتي عشان يقتله، بس هو ما عملش كده لانه كان شايف ان هي اللي راحت له البيت بنفسها وفضلت قاعده ومكمله القعده حتى بعد ما عرفت ان مراته واولاده مش موجودين. وبيقول لنور انها ضحكت عليه وكانت بتستغفله، فبتقلع نور دبلتها عشان تديها له، لكن يوسف بيمشي وبيسيبها. وتاني يوم بتروح نور للمصحه عشان تزور صحابها عزه ومنى اللي اتعرفت عليهم وقت ما كانت بتتعالج. وبنعرف ان منى مدمنه مخدرات وانها مش عايزه تبطلها لانه مفيش اي فرق بين المخدرات وبين ادويه الاكتئاب. ونور بتحاول تتكلم معاها عشان تبطل، ولكن منى مش بتسمع منها. وساعتها بيكون كريم عند مامته قاعد معاها عشان يطمن عليها، لكنها بتكون حزينه ومش بترد عليه. فبيقول لها كريم انه جاي يفضفض معاها عشان مش بيعرف يتكلم مع حد غيرها ولا حد بيفهمه زيها. وبالليل بتكون نور قاعده مع منى في المصحه. بنعرف هنا ان منى عارفه ان نور بتخطط للانتقام، وبيكونوا متفقين سوا على كريم. وبتساعدها منى انها توصل لواحده اسمها اسراء عشان تاخد منها المخدرات اللي هتستخدمها في خطتها. وساعتها بتتصل نور باسراء عشان تتفق معاها هيتقابلوا امتى. وتاني يوم بنشوف اسراء وهي رايحه لنور البيت وبتديها صندوق المخدرات اللي طلبته منها. وبالليل يوسف بيكون قاعد في الاستوديو لوحده، فبتتصل بيه نور بتقول له انها عايزه تشوفه وممكن يتعشوا سوا، وبتقترح عليه انها تقابله في بيته. فبيستغرب كريم من طلبها، بس بتلحق نفسها وبتقول له انها نفسها تدوق الاكل من ايده، فبيوافق كريم. وبعدها بتروح نور لبيت كريم وبيقعدوا يتكلموا وهو بيحضر العشاء. فنور بتقول له ان بيتهم جميل وبتطلب منه تتفرج على البيت عشان تلاقي المكان اللي هتخبي فيه المخدرات. ووقت العشاء بتتكلم نور مع كريم وبتساله فين اهله وليه عايش لوحده. فبيقول لها ان ده مش الوقت المناسب يحكي لها قصته عشان مش عايز ينكد عليها، وبيوعدها انه هيحكي لها كل حاجه بس في الوقت المناسب. تاني يوم بتروح نور لبيت ليلى، وساعتها اسامه جوز ليلى بيتفاجئ لما بيشوف نور، ولكن مش بيتكلم وبيسيبهم قاعدين سوا وبيخرج. وساعتها بتتكلم نور مع ليلى وبتسالها ايه اللي حصل بين كريم ورامي عشان هي ملاحظه ان كريم مش بيحب ابوه نهائي. فبتقول لها ليلى انها ما تعرفش حاجه، وبتطلب من نور تبطل اللي بتعمله ده عشان خايفه عليها. فبتضحك نور من كلامها وبتفكرها انها فضحتها وشهدت عليها زور ودمرت حياتها. فبتقول لها ليلى انها كانت مضطره تعمل كده عشان رامي اجبرها وهي كانت خايفه منه، بس نور مش بتقتنع بكلامها. بتقول لها انها لو كانت مكانها ما كانتش هتعمل فيها اللي هي عملته ده. وبالليل بتروح نور لكريم الاستوديو بتاعه وبتطلب منه يديها العربيه بتاعته عشان عربيتها البطاريه بايظه وهي عايزه تروح مشوار ضروري، فبيديها المفاتيح. وبعدها بنشوف نور وهي بتتسلل لبيت كريم عشان تخبي علبه المخدرات تحت سريره. وبعدها بترجع للاستوديو تاني عشان ترجع لكريم مفاتيح عربيته وتشكره. وتاني يوم بيخرج كريم ونور مع بعض، وبنشوف ان علاقتهم بقت اقرب، وبتفضل نور مركزه على هدفها انها تنتقم من رامي. وفي يوم كريم بيشوف نور وهي واقفه في البلكونه، فبيتصل بيها وبيعرض عليها انهم يروحوا يشربوا حلبس. فبتوافق نور وبتنزل تخرج معاه. وبعدها بنشوفهم قاعدين سوا وبيلعبوا لعبه الافلام مع بعض وبيكونوا مبسوطين وبيضحكوا. وبعدها كل واحد فيهم بيركب عربيته وبيمشي. وساعتها بتتصل نور بشرطه مكافحه المخدرات وبتبلغ عن كريم، وبتقول انه مخبي مخدرات في بيته وبيتاجر فيها. وبيبان على نور انها متوتره جدا وبتقفل المكالمه بسرعه. ووقتها بتفتكر نور كلام عزه ليها لما عرفت انها بتخطط للانتقام، وقالت لها ما تدخليش في سكه الانتقام، لكن منى شجعتها تنتقم عشان تجيب حقها وترتاح. وبعدها نور بتفتح شباك العربيه وبترمي الشريحه والموبايل اللي اتكلمت منه. وبعدها نور وهي ماشيه بالعربيه بتفكر في كلام عزه، وبتقرر ساعتها تتراجع عن اللي عملته، وبتتصل بكريم كتير جدا عشان تبلغه، لكن موبايله بيكون مقفول. وبعدها بنشوف الشرطه وصلت لبيت كريم وبيقولوا له على البلاغ المتقدم ضده، وبيدخلوا بيته عشان يفتشوه. وبعدها بنشوف نور وهي قاعده متوتره جدا، وساعتها بيرن جرس الباب، فبتقوم نور وتفتح، وبتتصدم لما تشوف كريم قدامها، وبيسالها اتخضت ليه اول ما شافته وليه اتصلت بيه كتير. وبيسالها لو بتفكر في صندوق المخدرات اللي حطيته له تحت السرير، فبتتصدم نور اكتر. وبعدها كريم بيديها الصندوق وبيقول لها ما تخافش، هو رمى المخدرات اللي كانت فيه. وبيدخل يقعد وهو بيقول لها انه كان فاهمها وعارف انها بتمثل من اول يوم شافها فيه، ساعه حركه العربيه اللي ركنتها قدام عربيته عشان تتحجج ان يحصل ما بينهم كلام. فبتقعد نور عشان تسمع كلام كريم، وبيكمل كريم كلامه بيقول لها انه شاف صورتها في الاخبار اللي انتشرت على النت لما ابوه وصاحبتها قالوا انها كدابه، وان ابوه ما قربش منها وافتكر اول ما شافها وعارف انها هتقرب منه عشان عايزه توقعه في حاجه. وفعلا جات له بنفسها عشان تعتذر له وتفتح معاه كلام، وقرر يمثل عليها عشان يعرف هي ناويه على ايه وعايزه منه ايه. فبتقول له نور انها ما كانتش تعرف انه ممثل شاطر قوي كده، لكن بيقول لها كريم انه ما كانش بيمثل عليها لما قال لها انه بيحبها، وكان متعاطف معاها جدا عشان عارف حقيقه ابوه وانه انسان قذر وبيقدر يظهر بصوره عكس حقيقته. فبتساله نور ازاي كان عايزه تنتقم من رامي وهو عارف ان اللي عمل فيها كده ابوه. فبيرد عليها كريم وبيقول لها انه عارف قد ايه ابوه مؤذي، ولو هي بتكرهه مره فهو بيكرهه 100 مره. وبيقول لها ان ده الوقت المناسب انه يحكي لها قصته وانه ليه بيكره ابوه كده عشان تعرف هو ومامته شافوا ايه مع رامي. وبيقول لها ان زي ما في اب بيكون مصدر امان لاولاده، كمان في اب بيكون مصدر الرعب والخوف لاولاده. وبيحكي كريم ان ابوه على طول كان بيسكر ودايما بيتعامل بعنف وعصبيه وضرب، وكان على طول بيعرف يظهر بشكل الانسان المحترم الطيب قدام الناس. وبيكمل كلامه بيقول انه لما كان بيحضن مامته كان بيحس بالنار اللي كانت جواها، وبيسال نفسه كل يوم هي ليه مستحمله كل ده.
وليه مش بتسيبه وتمشي وسايبه نفسها لابوه يدمر حياتها وحياته، لان ابوه كان شخص نرجسي ومريض ومامته هي اللي نظفته وعملت منه بني ادم، ولكن ابوه فضل وراها لحد ما دمرها وجننها وخلاها ساكته نهائي وما بتتكلمش. وبنرجع فلاش باك للوقت اللي كان فيه كريم صغير، وبنشوف ساعتها رامي هو ومراته وهما بيتخانقوا مع بعض. مراته بتقول له انه مش راجل عشان بيخونها ومش متحمل مسؤوليه البيت ولا مسؤوليه ابنه، وبتفكره ان هي اللي عملته وانه من غيرها ولا حاجه. فبيتعصب كريم وقتها وبيمسك مراته وبيضربها بعنف، وبيشوف كريم كل حاجه في الوقت ده وبيخاف جدا وبيجري على مامته وبيحضنها. وبعدها بكام يوم بيقرر رامي انه يرمي مراته وابنه في الشارع بعد ما سرق كل املاكه وفلوس مراته وكتبهم باسمه. فبيسال كريم مامته وبيقول لها هنروح فين دلوقتي؟ فبتحاول مامته تطمنه وبتقول له انها هتاخده وتفسحه وتوديه فندق في حمام سباحه علشان يعوم براحته. بعد فتره بنشوف مرات رامي رجعت للبيت تاني وبيدخل عليها رامي وهو سكران. فبتساله كنت فين؟ فبيقول لها كنت مع صحابي. فبتقول له اصحابك دول هيضيعوك. فبيقول لها مالكيش دعوه بيا. بعدها بتساله ليه سحب الفلوس دي كلها من حسابهم المشترك. فبيرد عليها رامي بيعرفها ان الفلوس دي فلوسه هو كمان ومن حقه يعمل بيها كل اللي هو عايزه. فبترد عليه مراته وبتقول له ان الفلوس دي اكيد اترمت على ترابيزه القمار عشان ماشي ورا اصحابه الصيع. فبيتعصب عليها رامي وبيحذرها تغلط في اصحابه تاني. وبنرجع للوقت الحاضر وبيقول كريم لنور انه عايز ينتقم من باباه زيها بالظبط، وانها لو كانت انتقمت منه هو كان زمان ابوه فرحان دلوقتي عشان هو من زمان كان نفسه يخلص منه. فبتستغرب نور ساعتها لان كلام كريم عكس اللي قالته ليلى ليها، لانها فهمتها ان كريم هو نقطه ضعف رامي وهي اللي جابت لها كل المعلومات عنه. وبتتكلم نور ساعتها بتقول لكريم ان كده في حاجه غلط، لان ليلى فهمتها ان هو نقطه ضعف ابوه وان لو حصل له حاجه رامي ممكن يتجنن. فبيقول لها كريم ان ده معناه ان رامي عارف كل اللي بيحصل دلوقتي، وعشان كده لازم ليلى تكون معاهم مش ضدهم، لانها هتكون حلقه الوصل وهتقدر تساعدهم في حاجات كتير. وبيقول كريم لنور ان كل واحد فيهم هيقدر ينتقم من رامي لوحده، ولكن لو اتحدوا سوا هيقدروا يدمروه زي ما دمرهم. وساعتها بيقول لها ان نقطه ضعف رامي هي الفلوس، وعشان كده لازم يخلوه يخسر كل فلوسه اللي هي حقه وحق مامته. وساعتها في الشركه بيقعد رامي مع ليلى وبيكون عايز يعرف منها كل اخبار نور وكريم. وبعدها بيخرج كريم ونور سوا، ووقتها نور بتقول لكريم انها قلقانه منه وخايفه يكون بيستغلها وبيلعب بيها، ومش قادره تصدق ان في شخص ممكن يأذي ابوه واكيد هيجي اليوم اللي هيصعب عليه. لكن كريم بيقول لها انه بيكره ابوه ومش معتبره ان ابوه اصلا، وعمره ما يحس بالذنب ناحيته ولا هيصعب عليه. وبعدها بتروح نور للمصحه وبتقعد مع عزه وبتحكي لها كل اللي حصل، وبتقول لها عزه انها خايفه من كريم ومش مرتاحه له عشان ما فيش حد هيحط ايده في ايد شخص عايز يأذي ابوه مهما كان ابوه ده وحش. وبعدها بتروح نور عشان تشوف منى وتطمن عليها، فبتلاقيها واقعه على الارض وميته بسبب جرعه مخدرات زياده. فبتنهار ساعتها وبتتصدم، وبالليل بتكون نور قاعده حزينه وبتعيط، وبيجي كريم يقعد معاها وبيحاول يواسيها وبيقول لها انه عايز يفضل جنبها حتى لو مش هتتكلم. وبعد كام يوم نور بتخرج مع كريم وبتحكي له ان يوسف ده كان اول واحد تحبه بجد. فبيقول لها كريم ان شكلها بيكون حلو قوي وهي بتضحك ومبسوطه. فبتتكسف نور وقتها من كلامه وبتفرح، وبيفاجئ كريم نور وبيطلب منها انها تتجوزه. وبنرجع فلاش باك للوقت اللي كانت فيه نور في المصحه، وبتقول للدكتور ساعتها انها بقت بتخاف من اي راجل يقرب منها عشان ما بقتش تنفع لحد خلاص، وبقت بتخاف تبص لنفسها في المرايه عشان بقت مكسوره. فبيرد عليها الدكتور وبيقول لها ان هي الضحيه والمفروض ما تخافش تواجه العالم بكل قوتها. لكن نور بترد عليه وبتقول له ان الناس مش بيبصوا للبنت بعد الاغتصاب والتحرش انها ضحيه، بيحطوا اللوم على البنت يا بسبب شكلها يا بسبب لبسها، وبيفضلوا يقولوا ان اكيد البنت هي اللي فتحت السكه لكده. فبيطلب منها الدكتور تنسى الناس وما تشوفش نفسها بعيونهم لانها تستحق تحب وتتحب. بترد عليه نور وبتقول له انها مش قادره تنسى اللي حصل لها ومش هتقدر تقبل ان اي راجل يقرب منها ويحبها لانها هتحس بالذنب ناحيته عشان مش ذنبه ياخد واحده انكسرت زيها. فبيقول لها الدكتور انها كامله ومش مكسوره. وبنرجع للوقت الحاضر وبترد النور على كريم وبتعرفه انهم ما ينفعش يكونوا لبعض لانها كل ما تشوفها تفتكر اللي ابوه عمله فيها. فبيقول لها كريم انه مش عايز يضغط عليها لكنه شايف انهم اكتر اتنين هيقدروا يساعدوا بعض في التخطي والتعافي من اللي شافوه حصل ليهم، وبيطلب منها تفكر براحتها وبهدوء، لكن دلوقتي لازم يركزوا في الخطه اللي هينفذوها للانتقام من رامي. فبترد عليه نور وبتقول له انها مش معاه في فكره انهم ياخدوا فلوس رامي لانها مش حراميه، لكن كريم بيفكرها ان كل دي فلوس مامته، ده غير ان دي الحاجه الوحيده اللي هتوجع رامي لانه ما عندوش اهم ولا اغلى من الفلوس. وبعدها بتقابل نور ليلى وبتقول لها انها انسانه مش كويسه لكن هتعمل معاها اتفاق هيعجبها قوي عشان هتاخد من وراه فلوس كتير جدا. فطبعا ليلى بتوافق على طول عشان الفلوس اهم شيء عندها. وبيقعد نور وكريم مع ليلى عشان يفهموها الخطه هتمشي ازاي. فبتقول لهم نور ان في ثغره كبيره ما بين الشركه والبنك اللي بيتعاملوا معاه، والشركه لما بتحب تحول فلوس بتبعت طلب للبنك. بتقول لهم نور ان هي دي الثغره اللي هيستخدموها لانها حافظه السيستم وعارفه بيشتغل ازاي، وهتقدر تدخل على سيرفر الشركه وتعرف الارقام السريه للتحويلات اللي ما بين الشركه والبنك. وبنشوف ليلى وهي بتوهم رامي ان عليهم $100,000 للبنك، فبيحول الفلوس على طول بدون تفكير، وبتبعت ليلى نور على الواتساب ان رامي بيحول الفلوس دلوقتي. وساعتها بتقدر تدخل نور لسيرفر الشركه وبتلعب في الحساب اللي الفلوس هتتبعت ليه عشان تحول الفلوس دي لحساباتهم هم. وبعدها بتقعد ليلى مع رامي عشان تكمل الخطه، وبتقول له على مشروع كبير وبتوهمه ان ده مشروع العمر وان مستثمر كبير جدا في السوق، وهي قدرت توصل للوسيط الخاص بالمشروع ده وموجود
موجود دلوقتي في مكتبها عشان يشرح له المشروع، فبيوافق رامي انه يقعد معاه. ولما بيقعد رامي مع الوسيط بيعرف منه ان المشروع ده عن الذكاء الاصطناعي وان ده المستقبل دلوقتي، وبيوري له الوسيط المكاسب المهوله اللي هتتحقق من ورا مشروع زي ده. وساعتها من كتر ما الارقام والورق اللي عرضها الوسيط بيبان انهم حقيقيين جدا، بيقتنع رامي بالمشروع جدا وبيوافق انه يبدا فيه، وبيكون عايز ارض المشروع. فبتقول له ليلى ان الارض جاهزه لان نور وكريم مجهزين كل حاجه، حتى ان الحساب البنكي للشركه الوهميه يبقى حسابهم هم. وبعدها ليلى بتخلي رامي يمضي على الورق والعقود اللي هم مجهزينها وكانهم عقود واوراق المشروع. وبعدها بنشوف نور وكريم هم داخلين الشركه، وبيكون وقتها رامي قاعد في اجتماع. بيتصدم اول ما بيشوف نور وكريم مع بعض، وساعتها بيلغي الاجتماع وبيخلي الموظفين يقوموا. فبتقول له نور ان هي وكريم هيتجوزوا وما كانش ينفع يتجوزوا الا لما يعرفوه، لكن رامي بيقول لها اسكتي انت مش فاهمه حاجه، فبتطلب منه انه يسكت ويبص على الحساب بتاعه. وساعتها بيتصدم رامي لما يشوف حسابه في البنك، فبيطلب كريم من نور انها تسيبه هو وابوه لوحدهم شويه. فبتخرج نور بره المكتب وبيتكلم رامي بيقول لكريم انه مش مصدوم فيه عشان متعود على حركاته السيئه دي. وبنرجع فلاش باك لفتره من الوقت وبنشوف رامي وهو داخل على كريم فجاه وبياخد منه الموبايل وبيلاقيه بيلعب قمار، فبيتخانق معاه عشان حذره كتير مش بيسمع كلامه. فبيقول له كريم ان عنده ديون كتير ولازم يسددها، فبيعرفه رامي ان الديون دي كلها بسبب القمار، ده غير المصيبه الاكبر انه مدمن مخدرات. وبيطلع له الامبول اللي لقاه في اوضته، فبيقول له كريم ان ده منوم عشان هو مش بيعرف ينام بسبب التهديدات اللي بتجيله. وبعدها بيروح كريم لمامته وبيحكي لها اللي حصل بينه وبين ابوه، وبيكون شايف انه بيذله بالفلوس. فبترد عليه مامته وبتقول له ان ابوه خايف عليه وعايز مصلحته ولازم يبطل القمار وادمان المخدرات. وبعدها بكام يوم بيرجع كريم البيت سكران، فبتهزقه مامته وبتساله فين وديت الفلوس اللي كانت في الحساب المشترك اللي ما بينهم، فبيقول لها ان دي فلوسه وهو حر فيها. فبتتعصب مامته وبتقول له انه لازم يبعد عن صحابه الصياع اللي بوظوه. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف رامي وهو بيسال كريم عن نور ذنبها ايه في اللي عمله فيها، ويا ترى لما تعرف الحقيقه هيحصل لها ايه. وبنكتشف ساعتها ان كريم يعرف ليلى من زمان وعرف منها ان ابوه مش بيثق في حد في الشركه زي نور، وان كل اسرار شغله وحساباته معاها وهي اللي بتكبر له الشركه بمجهودها وافكارها. ولما نور قررت تنتقم من رامي في كريم، ليلى بلغت كريم على طول علشان تحميه. وساعتها كريم حط في شنطه نور جهاز تتبع عشان يعرف تحركاتها. وبنعرف كمان ان ليلى وكريم مرتبطين ببعض، يعني مش بس بتخون صاحبتها دي، كمان بتخون جوزها اسامه. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي اغتصبت فيه نور عند رامي في الفيلا، وبنشوف رامي وهو متفاجئ ان ابنه رجع من بره شارب مخدرات وسكران، فبيتخانق معاه وبيطرده من البيت وبيقول له طول ما هو مدمن ما يدخلش البيت ده تاني. فبيطلب منه كريم فلوس علشان عليه ديون ولو ما سددهاش هيتحبس. فبيصعب على رامي وبيوافق انه يديله فلوس، فبيطلع لاوضته عشان يجيب له الفلوس. وساعتها كريم بيستغل الفرصه دي وبيحط امبول المنوم في العصير بتاع نور ورامي. وبعدها بنشوف نور وهي بتشرب العصير وبتحس بدوخه فجاه وبتنام، فبيستغرب رامي لان هو كمان حس بالدوخه ونام زيها. وساعتها دخل كريم وخد نور لاوضته واغتصبها. والصبح فاقت نور ولما شافت اللي حصل لها انهارت. وبنشوف رامي كمان فاق وما كانش فاهم حاجه، وفجاه بيلاقي نور بتجري عليه وتضربه وهي منهاره وبتعيط. وبعدها فهم اللي حصل وان ابنه دمر حياه نور. وبنشوف نور وهي رايحه الشركه علشان تفضح رامي قدام الموظفين بتوعه، لكنه طلب من ليلى انها تمشيها قبل ما يطلب لها الشرطه. وبعدها قرر رامي يطرد كريم من البيت ويتبرى منه بسبب اللي عمله، ومنعه حتى انه يشوف مامته لانها فقدت النطق من ساعه اللي هو عمله، وكان مضطر ان هو يسكت عشان في الاول وفي الاخر ده ابنه ولازم يحميه. وبنشوف رامي مع ليلى وبيسالها عن نور وكريم عشان في حد شافهم سوا، وعايز نور تبعد عن كريم عشان هيدمر حياتها اكتر. وبنرجع للوقت الحاضر وبيكون كريم فرحان ومبسوط عشان خد كل فلوس ابوه، وبيقول ان نور مستحيل تصدق منه اي كلمه. وبعدها بيسيبه وبيمشي وبيروح يركب العربيه وبتكون نور قاعده مستنياه. فنور بتبص له وبتقول له انها بتحبه جدا، وبيمشوا بالعربيه وبيخلص المسلسل.